عم بتقول أننا ننتظر شتاء ساخن في أحد كتاباتك، وبتقول هيدا الشيء نتيجة الإرادة الإسرائيلية بالاستفادة من هذا الحشد الأمريكي اللي كنا عم نحكي عنه قدر بالضبط، المستطاع. بالضبط. ماذا ينتظرنا في هذا الشتاء؟ أوكي. أنا عدّدت القوى اللي صارت موجودة بحرًا، برًا، جوًا، ما لا يقل عن 70,000 قوى غربية. اهم. هذه الكلفة الباهظة لهذا الحضور، لهذا القض والقضيض. وكما قلت لك الشرق الأوسط بات مطوقًا بكامله، ولم تعد الأمور مقتصرة على غزة. غزة قد حُيِّدت، باتت تنتهي الأمور حتى لو طالت في غزة. أصبح الاستعداد للخطوة الثانية، لست أدري ما هي، اهم. جاهز، ووسائله جاهزة وضخمة. إذن أنا أرى طبعًا إيران وأدواتها في المنطقة، وأولهم حزب إيران في لبنان، لن يبادروا إلى توسيع المعارك، إمم. لأنه فهمنا وشرحنا له. إسرائيل هي من سوف هذا رأيي، هي من سوف تستغل هي من سوف تستدرج حزب الله أو القوى في جولان مثلًا. كيف ستستدرجهم بضرب كبرى ربما في لبنان؟ عند إسرائيل كل أساليب الكيد والخداع والاحتيال كي تستغل لماذا أقول ذلك؟ لأنها تريد أن تستغل هذه القوة الحاشدة التي أتت، نعم. وهذه القوة تكاليفها باضية، مش جاي تعمل كزدورة وترجع. إمم. ففي أهداف أخرى تانية.